اهلا بك يا صديقي في فيديو جديد، والنهارده تحديث جديد للعبه فوتبول ليجا. نازل كام اضافه كده هشرحها معاكم في فيديو النهارده. صلوا على النبي وما تنساش تدعي اخواتنا ربنا ينصرهم ويصبرهم ويحميهم، ويلا نبدا الفيديو على طول. اول حاجه صعبه اكلمك عليها وهي تم اضافه بطولتين جداد داخل اللعبه. زي ما ظهر قدامك كده اضافه الدوري الاوروبي داخل اللعبه او بطوله الدوري الاوروبي. خلينا برضو ندخل ونشوف. اول حاجه الدوري الاوروبي او كاس الدوري الاوروبي اتضاف معانا بالشكل اللي قدامك دوت. وعندنا برضو السوبر الاسيوي او كاس الابطال الاسيوي، اللي هو زي الدوري الأوروبي في أوروبا كده. ده اللي هو البطولة اللي تحت دوري أبطال آسيا على طول في آسيا بالكامل في القارة يعني. فزي ما انت شايف كده تم إضافة البطولتين اللي قدامك دول. خلينا ندخل كده على بطولة الدوري الأوروبي. موجود فيها 36 فريق، يعني أي فريق هتختاره هيتضاف هو و35 فريق جنبه. يعني تقدر تلعب برضو بكل الفرق، عندك هنا ريال مدريد، أتلتيكو، برشلونة. عندك برضو في انجلترا تقدر تلعب بأي فريق من انجلترا وايطاليا برضو والدوريات الخمسة الكبرى وكل الدوريات داخل قارة اوروبا. تعال بقى ندخل هنا على تاني حاجة وهي اضافة السوبر الاسيوي او كأس الاسيوي للابطال. عندنا هنا برضو كل الدوريات في اللي هي اسيا. عندنا هنا كوريا وعندنا هنا قطر. تقدر تلعب بالفرق اللي قدامك دي من داخل قطر. وعندنا هنا ايران برضو، وعندنا هنا الامارات تقدر تلعب بكل الفرق دي. واليابان وعندنا الصين وكل الفرق اللي قدامك دي تقدر تلعب بيها في بطولة السوبر او بطولة البطولة المصغرة يعني، او اللي اقل من دوري ابطال اسيا. برضه يا صاحبي من الحاجات اللي اتحدثت معانا وهي تحديث التشكيلة. يعني عندنا هنا لو دخلت، خلينا بس نخش كده على وضع الفريق. خلينا نجيب بقى مثلا خلينا نختار مثلا الدوري الإيطالي. ونختار فريق نشوف بس الواد اللي هو بالوتيلي دوت نزل في الفريق بتاعه ولا لا. هو تقريبا كان في جينوا، حاجة زي كده، فريق جينوا. تمام. دلوقتي اكتشفت ان هو ده الفريق اللي هو جينوفا ريد او جينوا ريد، او جينوا ريد يعني. خلينا ندخل كده. هو طبعا بيلعبوا بالتيشيرت اللي قدامك ده. خلينا نشوف كده، نشوف بس هل بالوتيلي يعني اتضاف واخر الصفقات يعني ولا لا. بالوتيلي، عايزين بالوتيلي. تقريبا مهاجم، مهاجم، بالوتيلي مهاجم. طيب فين؟ فين هو دوت مثلا؟ لا. طب مين يا ولاد؟ مين؟ اكيد مش ده يعني. لا مش موجود يا جدعان، بالوتيلي مش موجود، وبذلك يعني كده الفريق او اللعبة ما حدثتش كل الانتقالات يعني. طيب مين؟ نشوف مين تاني. مين اخر صفقة؟ عايزين نشوف صفقات جديدة يا جدعان. طب خلينا مثلا نشوف كده. ندخل على وضع الفريق برضو ونخش على، خلينا بس نمسح كل دوت. خلينا نخش كده على الدوري السعودي. تمام، خش هنا على الدوري السعودي. ونشوف جدة ده اللي هو نادي الاتحاد. نشوف برضو اللي هو موسى ديابي. يعني نشوف تشكيلة كده. طب تمام، ده ديابي تقريبا كان موجود او هو اتضاف. هو في العموم هو اتضاف. ديابي اتضاف داخل الفريق. بس هم ده كاتبين تم تحديث الفرق يا جدعان الأوروبية يعني. فمش صراحة مش لاقي صفقة معينة في أوروبا أو اتأخرت شوية فعايز أشوفها يعني. مين خلينا نشوف برشلونة طيب. يعني تقريبا في اهو اولمو. ما اعرفش بقى اولمو ده كان موجود ولا لا في التحديثات اللي فاتت. انا بتكلم عن التحديثات اللي فاتت فمش عارف كان موجود ولا لا يا جدعان. المهم هم حدثوا الانتقالات، بعض الانتقالات. مش كل الانتقالات الاوروبيه يعني، بعض الانتقالات الاوروبيه. هندخل بقى على الحاجه اللي بعد كده يا صاحبي، وهي تحسين الاصابات او تحسين مدى الاصابات داخل اللعبه. برضه في مفاجاه وهي ان تم تحسين. خلينا نشوف بس ايه التعليق. That's the whistle! The match has officially started! Long pass! They stole the ball! Good defence! That was an amazing save! Short pass! Free kick! زي ما انت سمعت كده يا صاحبي تم تحسين. انا شايف صراحة ملاحظ ان تم تحسين التعليق الانجليزي
زي ما اللعبة أعلنت أو الصفحة الرسمية بتاعة اللعبة أعلنت على الفيسبوك، وقالوا إن التحديث دوت أو التحسين دوت هينزل لعدة دول معينة بين أوروبا، مش هينزل لكل الناس، يعني هينزل بشكل تدريجي لكل الناس. وانا شايف ان من ضمن التحسينات او الاضافات بتاعه التحديث دوت هي التحسين التعليق الانجليزي. يعني زودوا الكلام بقى، يعني تحس ان بقى في شغف كده عند المعلق عكس الاول يعني. فبرضه انا يعني برضه انت لو شايف حاجه زي كده او ملاحظ ان تم مفيش تحسين قول لي برضه، انا ما اعرفش بس انا ايه حاسس يعني. وعايز اقول لك برضه يا صاحبي ان تم تحسين الجرافيكس داخل اللعبه، زي ما اللعبه اعلنت او اللعبه نزلت برضه صوره افتر وبيفور عن الجرافيكس داخل اللعبه. شايف برضه ان تم تحسين الاوجه شويه شويه مش كتير شويه نوعا ما يعني. فبس يا صاحبي لحد هنا وصلنا لنهايه الفيديو. عايزك تقول لي بقى رايك في التحديث، وشايف يعني ان الاضافات اللي نزلت دي مميزه ولا لا. وطريقة تنزيل يا جدعان، طريقة تنزيل التحديث هسيبها لك برضو على القناة التانية اللي هتلاقي الرابط بتاعها برضو في الوصف. روح على القناة التانية اللي هي ايبك جيم، هسيب لك برضو الرابط بتاع الفيديو بتاع تنزيل التحديث في الوصف. هعرفك ازاي تنزل التحديث بكل بساطة وبشكل سهل جدا. فبس يا صديقي اشوفك بقى على خير ان شاء الله في الفيديوهات الجاية. متنساش لايك سبسكرايب وبس كده. سلام.